أنا لحد النهاردة كل ما النور بيقطع وأنا قاعد في أي قهوة بقوم أجري من غير ما أسأل حتى مين دفع الحساب، عشان أنا شفت بعيني اللي ممكن يحصل في قهوة النور فيها بيقطع. القهوة دي اسمها قهوة الخيال. لو انت لسه جديد في القناة أو لسه جديد في القناة فأتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وأتمنى منكم فضلا وليس أمرا إن انتوا تعملوا لايك للفيديو دوت عشان نبين لأستاذ يوتيوب إن احنا متفاعلين. ومش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ وعلى بركة الله. ومكانها في شارع جانبي صغير محدش تقريبا بيروحوا غير أهل المنطقة. أنا وصاحبي مروان كنا بنقعد هناك كل ليلة تقريبا. قهوة قديمة، كراسي خشب، ترابيزات معدن، وتلفزيون متعلق في الحيطة من أيام ما كان الريموت بيعتبر رفاهية. وصاحب القهوة عم صبري راجل تخين شوية، صوته عالي ودايما ماسك المعلقة وبيخبط بيها في كوباية الشاي. الغريب إن عم صبري كان عنده قاعدة واحدة: كل ما النور بيقطع يقفل القهوة فورا. أول ما النور قطع قدامنا عم صبري ساب المعلقة من إيده وقال: يلا يا رجالة كل واحد على بيته. مروان ضحك وقال: يا عم صبري ده النور بس اللي قطع، مش القيامة قامت يعني. عم صبري بص له وقال: أنا بقول لكم امشوا. ساعتها ضحكنا عليه ومشينا. تاني يوم رجعنا ومروان أول ما قعد قال: هو إيه حكاية النور يا عم صبري اللي بيقطع كل شوية؟ عم صبري سكت شوية وبعدين قال: لو النور قطع هنا ما تتحركش من مكانك. مروان بص لي وقال: ايه ده، هو عندكم هنا عفريت بالكارت؟ ضحكنا كلنا بس عم صبري ما ضحكش. الساعة كانت حوالي 2:30 بالليل، وفجأة صوت خبط، النور قطع، كل القهوة غرقت في الضلمة. وفي نفس اللحظة سمعنا صوت كرسي بيتسحب على الأرض، صوت سرير طويل، حد بيسحب كرسي وبيقعد. مروان همس: مين اللي قعد؟ ولا حد رد. عم صبري قال من بعيد: محدش يتحرك. فجأة سمعنا صوت واحد بيقول: 2 شاي 1 قهوة مظبوط. مروان قرب مني وقال: ده مين؟ قلت له: معرفش. رد الصوت بسرعة: أنا مستعجل. مروان رغم الخوف قال: يا عم استنى، احنا أصلا مش شايفينك. سكت الصوت، وبعد ثواني سمعنا ضحكة صغيرة ومكتومة، وبعدين النور رجع. بصينا على الترابيزة اللي قدامنا، كان عليها 3 كوبايات، كوبايتين شاي وكوباية قهوة، بس احنا ما كناش طلبنا حاجة. مروان بص لعم صبري وقال: هو انت بتهزر معانا يا عم صبري؟ عم صبري وشه اتغير، قرب من الترابيزة ومسك كوباية القهوة من غير ما يشربها ورماها في الزبالة، وقال: من بكرة ما تقعدوش هنا بعد الساعة 2. طبعا احنا عملنا العكس، بقينا نيجي مخصوص بعد الساعة 2، مش عشان جامدين، لا، عشان مروان كان مقتنع ان الموضوع كله خدعة. وفي ليلة قرر يصور وقت قطع النور، حط الموبايل على الترابيزة وشغل الكاميرا، لو في عفريت هنا يبقى ياخد باله انه هيطلع ترند. ضحكت وقلت: ترند ايه يا عم مروان اللي هيطلع العفريت؟ الساعة بقت 2:47، وفجأة النور قطع. المرة دي مفيش صوت كراسي، مفيش كلام، بس سمعنا صوت كوباية بتتحط على الترابيزة، وبعدين صوت نفس قريب جدا من ودني. حد قال: انت صورتني؟ اتجمدت مكاني. مروان كان جنبي بس عينه كانت متثبتة على الموبايل، وبعدين قال بصوت واطي: يا نهار اسود. قلت له: ايه؟ قال: الكاميرا شغالة. قلت: ما انا عارف. هز راسه وقال: لا، قصدي انها بتصور حاجة احنا مش شايفينها. النور رجع، خدنا الموبايل، الفيديو كان موجود، فتحناه. الصورة كانت سودا في الاول، وبعد كام ثانية ظهر مروان واحنا قاعدين، لكن في شخص تالت قاعد بينا، راجل لابس جاكيت غامق ووشه مش باين، كان قاعد ساكت وحاطط ايده على الترابيزة. مروان وقف الفيديو وقال: احنا كنا قاعدين جنب بعض. قلت: ايوه. قال: طيب مين اللي كان في النص؟ مفيش حد عرف يرد. عم صبري شاف الفيديو وسكت فترة طويلة، وبعدين قال: عشان كده انا بقفل القهوة لما النور بيقطع. سألناه: مين ده؟ قال: ده مش واحد، وسكت، وبعدين كمل: دي القهوة نفسها. افتكرنا الراجل اتهبل، بس عم صبري حكالنا ان القهوة دي زمان كان فيها حادثة من حوالي 30 سنة. النور قطع في ليلة شتاء، وكان في 6 زباين قاعدين. حصل مس كهرباء في لوحة قديمة، النار مسكت في جزء من القهوة، 5 خرجوا وواحد بس فضل جوه، شاب اسمه سامح. المشكلة ان سامح كان قاعد لوحده في الضلمة وقت الحريق،
ومحدش قدر يوصله. ومن يومها كل ما النور بيقطع في القهوة بيظهر كرسي زيادة، وأحيانا اللي بيقعد على الكرسي بيشوف حاجات مش موجودة. مروان بلع ريقه وقال طب ما تغيروا كهربة القهوة يا عم صبري. عم صبري بصله وقال غيرناها. مروان قال طب والمشكلة فين؟ عم صبري رد المشكلة مش في الكهرباء. بعدها بأسبوع رجعنا القهوة، كنا قاعدين مع ناس كتير، وكان عم صبري مبسوط إن القعدة مليانة ناس. فجأة النور قطع. صرخ عم صبري محدش يتحرك، بس في واحد من الزباين قام. كان واحد اسمه حمدي، راجل دمه خفيف جدا. قال يا عم صبري أنا داخل الحمام، مش داخل أقبض روح حد. ضحكنا كلنا. حمدي مشي خطوتين وسمعنا صوت كرسي وقع، وبعدين صوت حمدي قال يا جماعة هو الحمام كان فين؟ محدش رد. صوته جاي من ناحية تانية يا جماعة. وبعدين سمعنا خبط على الحيطة، خبطتين، وبعدها صوت حمدي حد يفتح لي. النور رجع. حمدي كان واقف مكانه، بس المشكلة كان وشه مرعوب. قال أنا شفت نفسي. مروان سأله يعني إيه شفت نفسك؟ قال شفتني قاعد على الترابيزة وأنا واقف. وقتها محدش ضحك، لأن الترابيزة اللي بيشاور عليها كان عليها كرسي فاضي وجنبه كوباية قهوة سخنة. عم صبري قرب من الكوباية لمسها وسحب إيده بسرعة وقال سامح رجع. فجأة التلفزيون اشتغل لوحده، الشاشة كانت كلها تشويش، وبعدين ظهرت صورة قديمة بالأبيض والأسود، صورة لناس واقفين قدام قهوة. عم صبري قرب من الشاشة وشه اصفر وقال دي صورة الليلة اللي حصل فيها الحريق. بصينا للصورة كان فيها 6 أشخاص، 5 واقفين قدام القهوة وواحد قاعد على الكرسي سامح. لكن الغريب إن الصورة كانت جديدة، التاريخ اللي تحتها كان تاريخ الليلة دي. مروان قال يا عم صبري احنا لازم نمشي. عم صبري رد لو انتوا مشيتوا قبل ما النور يرجع هتفضلوا معاه. وفجأة النور قطع تاني. المرة دي سمعنا صوت كراسي كتير بتتسحب واحد ورا التاني، وبعدين صوت سامح جه من وسط الضلمة. النهاردة العدد اكتمل. حسيت بإيد بتمسك كتفي. صرخت مروان، مسكني وقال اهدى أنا هنا. بصيت عليه كان مروان واقف قدامي. طيب مين اللي كان ماسكني؟ حسيت بإيد تاني على كتفي وصوت واطي قال ما تبصش وراك. طبعا أنا بصيت وشفت سامح واقف ورايا، وشه محروق من ناحية وعينه مفتوحة بشكل يخض، وكان بيبتسم وقال أنا كنت مستنيكم من زمان. صرخت وجريت. سمعت مروان بيجري ورايا. خرجنا من القهوة. بمجرد ما خرجنا النور رجع. وقفت اتنفس بالعافية. بصيت ورايا مروان كان واقف جنبي. قلت له انت كويس؟ قال ايوه. بعدين ضحك وقال بس والله يا عم صبري ده مجنون. رجعنا نبص للقهوة، الباب كان مقفول والقهوة كلها ضلمة. تاني يوم الصبح رحت انا ومروان نسأل عن عم صبري. الناس في الشارع بصوا لينا باستغراب. واحد صاحب محل قال عم صبري مين؟ قلنا له اللي هو صاحب القهوة اسمه عم صبري، صاحب قهوة الخيالة. بعدين سكت. انت بتتكلموا عن قهوة القديمة؟ قلنا ايوه. قال دي مقفولة من 30 سنة. وقتها حسيت ان الدنيا بتلف بيا. قلت مستحيل، احنا كنا قاعدين هناك امبارح. طلعنا الموبايل فتحنا الفيديو كان موجود، بس بدل ما يظهر مروان واحنا قاعدين في القهوة كان ظهر 2 أشخاص قاعدين قدام قهوة محروقة. مروان بص للشاشة وشه اتجمد وقال استنى هو ليه الشخص اللي جنبي مش انا؟ بصيت كويس، الشخص اللي قاعد جنبي كان سامح، اما انا فكنت قاعد على كرسي تاني. فجأة وصلني اشعار على الموبايل، رسالة من رقم مش متسجل. فتحتها كانت صورة القهوة وتحتها جملة واحدة النور قطع تاني، مستنيينك الليلة. من ساعتها كل ما الساعة تعدي 2:47 دقيقة النور في بيتي بيقطع. وفي كل مرة بسمع صوت كوباية القهوة بتتحط على الترابيزة، وبعدها صوت مروان بيضحك من بعيد يلا يا صاحبي عم صبري مستنينا. المشكلة ان مروان مات من 30 سنة وانت وصلت لحد هنا، فما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو دوت فضلا وليس امرا، عشان نبين ان احنا متفاعلين مع الفيديوهات ديت للاستاذ تيوب. واتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم.
بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.